ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم ميك اب توتوريال عن ازاي تعملي ميك اب ويبين ان وشك عريض او يبين ان وشك املى شويه. انا بقول ان هو ايحاء، مش ان هو هيعرض وشك بجد. دي تريكات كده، شويه تريكات انا اتعلمتها طول السنين اللي فاتت. انا مش ميك اب ارتست ولا اي حاجه خالص، صدقوني. يعني انا لو بعرف ارسم الايلاينر لن ارحم مع احد. ومن بكره الصبح، بكره هكتب على طول على الصفحه بتاعتي ان انا جيرمين فول ميك اب ارتست. والله اسم سينمائي ينفع ان انا ابقى ميك اب ارتست عالميه. يلا مش مهم، ما علينا. المهم يعني ان انا مش ميك اب ارتست. دي نصايح انا بس اتعلمتها مع نفسي وحسيت ان هي فرقت في شكل وشي، لان انا كنت بتضايق قوي من شكل وشي ان هو رفيع. فانا هقول لكم كل التركات دي. من ضمن النصايح دي كمان نصايح للشعر، لان من اكتر الحاجات اللي بتبين الوش رفيع او تخين كمان هو الشعر مع الميك اب كمان. فلو عايزين تعرفوا الحاجات دي هتتعمل كلها ازاي، تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا عشان نبتدي. هستخدم الاتنين فاونديشن دول من ميلاني، واحد درجة 01 وواحد درجة 06. هحط الاول درجة 06 اللي هي درجة بشرتي، لاني لازم تتعلمي حاجة، ان انتي ما ينفعش ابدا تحطي فاونديشن فاتح وانتي بشرتك غامقة. لازم تكوني مصححة بشرتك او مصححة العيوب اللي في بشرتك. انا نسيت، المفروض ان انا كنت احط الكوريكتور ده من NYX، لاني زي ما انتوا شايفين كده انا تحت عيني مسمر جدا جدا الفترة دي، يعني ما بنامش كويس وكده، عندي برد والبرد مبهدلني يا جماعه، مبهدلني زي ما انتم شايفيني عامله ازاي. المهم ان انا هحط الاول طبقه خفيفه خالص من الفاونديشن، عشان بعد كده هرجع احط تاني فوق الفاونديشن ده في الاماكن اللي انا عايزه افتحها او في الاماكن اللي انا عايزه ابرزها واديها تخن لوشي. هرجع احط لون فاتح. بالنسبه بقى للكونتورنج، الكونتورنج هو اللي هيحدد ملامح وشك، هو ده الشيء الاساسي في المكياج بتاعنا النهارده. انا النهارده هستخدم الكونتورنج بتاع برو اللي هو الاي جيرل، ده درجه بيوتيفul برونز. ما تستغربوش من المنظر اللي انا عاملاه. الكونتور ده مشكلته ان هو ناشف في الدمج وانا بشرتي جافه، فمش بحبه. لازم ادمجه مع زيت او لازم ادمجه مع كريم او كده، يعني ما تركزوش مع منظر ايدي. وشك رفيع قوي وعايزه تملي وشك او عايزه تدي وشك تدوير او ان انت تخنيه، ما تعمليش كونتورنج من اول هنا لحد هنا، ولا حتى الكونتورنج اللي هو العريض او الحته واحده ده، لان ده هياكل من العظمه بتاعت وشك من هنا. يعني انت لو ما عندكيش عظمه هنا في الوش بلاش او اوعي تعملي موضوع الكونتورنج. عندك هنا عظمه اعملي الكونتورنج بالطريقه اللي هي بتاعت كانك بتطلعي خد. ما عندكيش عظمه كده فتعملي ايه؟ شايفه العظمه بتاعت الخد دي اهي؟ بصي تحطي هنا كده كده كده. بصوا انا وقفت فين، ما كملتش الكونتورنج لورا. وتدمجيه دايما، ادمجي الكونتور لفوق ما تدمجيش الكونتور لتحت، لان انت لو دمجتي الكونتور لتحت هيبين ان بشرتك او خدودك كانها ساقطه او واقعه. فاهمين؟ انا هو ده اللي انا قصدي عليه. جي بقى عند الفك من هنا تحطي على العظمه بتاعه الفك. ليه بقى على الوش من تحت؟ لان انتي بعديها على طول هتعملي تقنية الهايلايت فوقيه، فهيدي احساس ان وشك كأنه تخن زيادة. هو ده اللي انا قصدي عليه. وهنيجي برضو على الوش من هنا من تحت كده كده عند العظمة دي. بصوا انا بحط كميات قليلة قد ايه، لان انا مش عايزة يبان ان انا كأني عاملة شخصية كرتونية او شخصية مش شخصيتي او مش وشي. لا، انا عايزة الشكل يطلع طبيعي على قد ما اقدر. انا كده حددت الوش او حددت شكل وشي. نيجي بقى للهايلايت. الهايلايت ده هو الاساس في الموضوع كله. الهايلايت هتجيبي الفاونديشن بتاعك. انا جبت الفاونديشن درجة 01 من ميلاني، وهبتدي بقى بيها اعمل هايلايت. هاجي فوق المنطقة دي اللي هو تحت العين اوريدي، هعمل الطريقة دي. يعني عرضي الهايلايت بالطريقة دي كده 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 كده. ما تعمليهاش شكل مثلث، لان شكل المثلث ده بيدي طول او نور للحته دي اكتر، فهيديكي احساس ان وشك طويل مش تخين. لكن احنا عايزين وشنا يبقى تخين، الطريقه العريضه، وبرضه يبقى بشكل طبيعي. يعني مش عايزينها يبقى شكلها فيك او شكلها مش طبيعي او كاني هنا في كده منظر غريب، لا. كمان مرضتش اعمل الهايلايت افتح مني ازاي، عشان لو انتي عملتي الهايلايت افتح منك هيبقى الشكل مش حلو بتاتا اطلاقا. ونيجي لتحت الكونتور. احنا عايزين نبرز الخد. انا عايزه ابرز الخد من هنا. اي مكان عايزه تبرزيه تحطي عليه الحاجه الفاتحه اللي انتي عايزه تحطيها. ابرز الخد بالطريقه دي
انا مش عايزه، انا عايزه الكونتور يبقى كانه جاي خط بالطريقه او بالعرض ده، وهبتدي ادمج. عشان كده قلت لكم ما تحطوش كميه فاونديشن كبيره، لاني بصوا حطينا لسه طبقات تاني اهي تحت الكونتور. تمام، الكونتور خنفه وحالتي مش طبيعيه، بس استحملوني بقى. ماشي، خلصت كل الحاجات دي. هستخدم اللوز باودر دي عشان اثبت كل حاجه بقى انا عملتها. انا ما بحبش استخدم طبقات كتير على بشرتي، فبصوا انا هعمل ايه. بدل ما هستخدم كونتورنج باودر كمان، لا انا بستخدم الباودر بتاعتي دي. تركايه كده ليكي، عشان لو انتي مش بتحبي ان المنظر يكون فيك قوي، لا عايزه يبقى منظر وشك او منظر بشرتك طبيعي او فيها الكونتور الطبيعي، تستخدمي كونتور كريمي، وبعد كده ترجعي تثبتي وشك كله بلوز باودر فوق الكونتورنج الكريمي زي ما انا عامله كده. نيجي بعد كده للحواجب. اول نصيحه عايزه اديها لك، بلاش تخلي لون الحاجب حاد قوي، لان لو انت خليتي لون الحاجب حاد قوي هيبقى او هيدي فوكس قوي على وشك، فهيبين قوي قوي ان وشك صغير. حاولي على قد ما تقدري ان لون الحواجب يكون لون شعرك او اللون الطبيعي، وتكون خفيفه من قدام، ما تبقاش تقيله، وتبقى السمك المتوسط، لان انت لو عملتيها رفيعه قوي هتدي صغر للوش، ولو عملتيها تخينه قوي هتعمل فوكس جامد قوي على الوش. ودايما الحاجه اللي عليها فوكس او عليها تركيز زياده عن اللزوم بتبان حقيقتها. مش هقولك هي ولا هتخن ولا هترفع، بس هتبان حقيقتها. يفضل ان انتي تشيلي اي تقويصة في الحاجب وتخلي الحاجب مربع من قدام، وتخلي الحواجب مفتوحة من الاخر، اخده الشكل اللي هي الحواجب الطايرة او الحواجب المسطرة. الشكل ده بيدي عرض الوش اكتر. لو انتي من النوع اللي بيلعب في حواجبه يبقى اعملي كده جدا، بس انا مش بلعب في حواجبي فسايباها. وحاولي ان انتي تسيحي بعد كده اللون بشعر حواجبك بالفرشه، هيبقى منظره طبيعي، وفي نفس الوقت يعني مش هيبقى منظره كده، بس في نفس الوقت شكله مش حاد او مش قوي. رسمه العين، طلعي الاي شادو بالطريقه دي، يعني ما تعلهوش لفوق، ولا ان انتي تخليه جاي بسحبه كده عامل شبه الوينج لاينر، لان الوينج لاينر او اللي هي ودن القطه او معرفش بيبقى اسمها ايه بالظبط، اللي هي السحبه دي بتدي رفعه للوش كده، فبالتالي بتديكي احساس ان وشك كانه مسحوب لفوق. في ناس بتحب السحبه دي، بس في ناس عايزه تدي عرض لوشها او وشها صغير فما بتحبش السحبه دي. استخدم باليت الاي شادو دي اسمها مايت سينما، ده شكلها كده. الباليت دي جديده وسمعت ناس كتير قوي بتتكلم عنها. اوبا، يلا مش مهم، ما بقاش جرمين لو ما فتحتش علبه الاي شادو، ولازم تحطها بضفر من ضفري. انا هاخد اللون الروز الفاتح ده هحطه على الكسره بتاعه العين. بصوا بقى هعمل ايه. هطلع الاي شادو بالطريقه دي اهي كده كده اهو، وهخليه نازل لتحت كده، مش هطلعه بسحبه. تمام، وهعمل كده وهبتدي ادمج. هعرض الاي شادو او هنزل الاي شادو بالطريقه دي لتحت، وهطلعه على العظمه عشان انا عندي عيوني مبطنه، وحاسه اني محتاجه اخد الدرجه الاغمق اللي هي الدرجه دي، او هغمق الدرجه كده عشان يبقى فيه شكل اكتر للاي شادو او عمق اكتر للاي شادو. وبعد كده هاخد فرشه مبططه بالشكل ده، وهاخد اغمق درجه اللي هي الدرجه دي على اخر العين اللي هي كده دي. بعد كده هرجع اخد فرشه الدمج وهدمج الاطراف بتاعه الاي شادو، لاني طبعا احنا مش هينفع ان احنا نسيبه حاد بالطريقه دي. حاسه ان البالت اكبر مني اصلا. هاخد الدرجه الروز دي احطها بصوابعي على الجزء الداخلي من العين كده، وبعد كده هرجع اخد اللون الاولاني خالص اللي انا كنت اخداه من الاول، وهرجع ادمج الالوان كلها مع بعض من فوق بالطريقه دي كده اهو. بعد كده هاخد فرشه صغيره زي دي، وهاخد نفس الالوان اللي انا استخدمتها ده الاول هحطه تحت العين. انا هعمل ايه، انا شايفاه زي ما انتوا شايفين ان هو اخد شكل كده، لا انا هخليه يعرض بالطريقه دي كده. بصوا كده، بصوا انا مديته او نزلته لتحت بحيث ان هو يدي عرض، ما يبقاش مدي الوينج اللي للاخر ده، لا انا مدياه العرض ده او الشكل ده. تمام بالطريقه دي. وبعد كده هجيب فرشه صغنطوطه خالص وهبتدي ادمج الاطراف كلها من تحت
عشان ما يبقاش فيه اي حاجة خالص شكلها غريب او شكلها مش مدموج. بعد كده للكحل، برضو الكحل لما تيجي تحطيه كده بالعرض، متطلعهوش لفوق كأنك هتاخدي وينج لاينر، لا برضو بالعرض. بصوا بالطريقة دي، بالطريقة دي. النهارده عايزة حاجة تكون على بينك في البلاشر، ففي البلاشر هستخدم الدرجتين دول، الدرجة الفاتحة دي والدرجة الغامقة دي. بصوا بقى البلاشر بيتحط فين. عايزة تعرضي وشك طبعا زي ما قلتلك، يبقى تحطي البلاشر بالطريقة دي، وحطي البلاشر فوق، ما تحطيش البلاشر هنا اهو او هنا اهو، حطي البلاشر دايما فوق عشان يدي عرض لوشك اهو. والبلاشر برضو يتحط بالعرض كده كأنه مسطرة كده تمام. وانا دايما بحب احط بلاشر على الشكل ده او اللي هو شكل الفراشة ده، لان هو بحس ان هو بيدي شكل الوشي او عرض الوشي اكتر بكتير من العرض الطبيعي بتاعه. حط ويت ان وايلد درجة 918 دي، الطريقة دي بس كده. دي كلها حاجات بتعمل زي زاوية كده من بعيد او بتدي زي شكل من بعيد ان احنا وشنا شكله تخين. لان انا كنت زمان اول ما كنت بحط ميك اب كنت بستغرب، هو انا ليه بعد ما بحط ميك اب شكلي بيبقى وشي رفيع، او ليه شكلي بيبقى عامل كده. يا بنات بالنسبة للشعر، الشعر من اكتر الحاجات اللي بتبين ان وشك رفيع ولا تخين طبعا مع الميك اب ومع عوامل مساعدة كتير، وهي الشعر. ما تخليش شعرك نايم، تمام؟ يعني ما تخليش شعرك مشدود بالطريقه دي، او مثلا ما تخليش شعرك، بصوا انا هوريكم اللي انا قصدي عليه، ما تخليش مثلا شعرك عامل الشكل ده. بصوا كده، بصوا وشي خس قد ايه، او بصوا وشي يبان ان هو صغير قد ايه. ده كمان بعد الميك اب، لو وريتكم قبل الميك اب هتبقى مصيبه. ان انتي تبقي مديه لشعرك فوليوم اكتر. حاولي ان انتي ما تبقيش جايبه شعرك على وشك، يعني ما تبقيش عامله شكل وشك كده اهو ومنتظره ان انتي يبقى وشك تخين. يا ماما ما خلاص، يعني مش فاهمه اقول لك ايه بصراحه. انتي يبقى شكل شعرك بصوا في فوليوم بالطريقه دي. ما برشحش قوي او ما بحبسش قوي فكره السبريهات اللي بتخلي الشعر فيه فوليوم. انا رايي ان شعرك عشان يبقى فيه فوليوم تلفيه، اسمها بوكل او سوست، انا بالنسبه لي بقولها سوست، اللي هي البتاع الرول دي، بتلفي شعرك عليها كده بالطريقه دي كده اهو. وبعد كده لما بترجعي تسيبيها بتدي شكل شعرك لولوه بسيطه، مش اللولوه القويه او مش اللولوه الكيرلي. وبرده على قد ما تقدري حاولي تبعدي عن شكل الشعر الكيرلي الاوفر، لان انت كده هتبقي عامله شبه يعني ايه، وش واقع من شعر، بس مش اكتر من كده. هتبقي وشك قد كده وشعرك قد كده، فدي هتبقى حاجه مش محبذه خالص ليكي. كمان لو وشك رفيع حاولي تبعدي تماما 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 عن ان انت تبقي عامله ديل حصان، يعني الشعر اللي ملموم كده ده ابعدي عنه خالص. بصوا انا شكلي عامل ازاي وانا لما شعري، بصوا وشي بصوا خس قد ايه. حاولي ان انتي تبعدي على قد ما تقدري عن لم الشعر. بصوا شايفين الفرق قد ايه بين اني وانا لما شعري وبين وانا عامله شعري او سايبه شعري سايباه بالمنظر ده. حاولي ان انتي تخلي شعرك ملولو، بس اللولو المفكوكه، اللولو اللي هي التخينه دي، ان شعرك يبقى اخد التمويجه التخينه شويه دي. ما تخليش شعرك ليس كده، يعني انا كمان دي غلطه من عندي ان انا سايبه شعري ليس. المفروض ان انا كنت لولوه قبل الفيديو بس ما لحقتش، يعني قلت ان انا اديكم نصايح عموما. وكمان تخلي اللوالو بادئه من هنا، يعني اللوالو بتاعتك تبقى عريضه من الحته دي كده، واللوالو بتاعت القصه كده، وتبقى اللوالو مفكوكه لورا، ما تبقاش لوالو لقدام، لان القدام هتدي طمس لوشك او رفع لوشك، لكن لو ملمومه لورا هتدي عرض لوشك اكتر. فهمت انا قصدي ايه؟ دي برضو على قد ما تقدري لو عايزه مثلا تلمي شعرك بالطريقه دي، تسيبي شعر من الحته دي كده وتلميه، تعمليه مثلا حاجه مثلا مرفوعه من فوق بالطريقه دي، برضو بتدي تخن للوش او بتدي شكل حلو للوش. حاولي ما تبينيش ودانك، يعني ما تبينيش تحديده وشك، لا احنا عايزين نخفي تحديده الوش عشان تدي عرض اكتر. بس كده يا بنات، هي دي كانت كل النصايح اللي عندي بالنسبه للميك اب وبالنسبه للشعر. اتمنى ان انا اكون فدتكم، اتمنى ان النصايح دي تنفع معاكم زي ما نفعت معايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب